اسمعي، صحتك تستاهل. أنيميا الفول، الخطر اللي ممكن ما تعرفوش عن أكلة بتحبها. لو بتحب الفول خلي بالك، ممكن أكلة بسيطة تتحول لكابوس صحي خطير، خصوصا لو جسمك مش قادر يتعامل معاها. عايز تعرف ليه؟ خليك معي. أنيميا الفول مش بس اسم، دي حالة مرضية نادرة بتخلي الجسم ما عندوش القدرة على إنه يتحمل أكلة فول أو بعض البقوليات. السبب هو إيه؟ هو غياب إنزيم أو خلل فيه G6PD، ده اللي بيحمي خلايا الدم الحمراء من التلف. يعني لما شخص يقول أنا عندي نقص في الإنزيم ده، معناها إن هو هياكل فول، هنقوله لأ، ابعد عن الفول والبقوليات. مركبات في الفول بتسبب أكسدة للخلايا الحمراء، وده بيخليها تنهار فجأة، وده بقى اللي بيسبب أنيميا حادة. الأعراض هي إيه؟ تعب شديد، دوخة، لون البول يتحول لغامق، الجلد يصفر أو العين تصفر، ضربات القلب تزيد. أنيميا الفول ممكن تظهر فجأة بعد الأكل وتحتاج لتدخل طبي سريع. مهم جدا إن الأشخاص المصابين يعرفوا الأطعمة والأدوية اللي ممكن تسبب لهم المشاكل، لأن مش بس الفول. نصيحة بقى ذهبية، لو حسيت بأعراض غريبة بعد أكل الفول أو بقوليات معينة، لازم تراجع الدكتور وتعمل اختبار للإنزيم G6PD. ممكن أكلة بتحبها تكون خطيرة لو جسمك مش جاهز لها. شارك المعلومة مع كل اللي حواليك عشان تحمي نفسك ونحمي نفسنا ونزود الوعي. معاك دكتورة نانسي الفضالي، دكتورة صحة عامة وتغذية علاجية.